النهاردة معانا قصة بصراحة مقلقة جدا، جاية من محافظة الغربية. المصدر بتاعنا هو تقرير إخباري بيحكي عن حادث طعن طالب لوالدته. الحادثة دي حصلت تحديداً في عزبة بهجات تبع قرية اسمها العطوة البحرية في قطور. والمعلومات الأولية للتقرير بيقولها إن الدافع كان إن الأم كانت مصرة إن ابنها يذاكر. موضوع تفاصيله تخض بالصراحة. بنتكلم عن طالب لسه في أولى إعدادي حاول يقتل أمه ب16 طعنة بسكين مطبخ وهي نايمة. هنا لازم نقف ونحاول نفهم إيه اللي حصل بالظبط زي ما التقرير عرضه. بالظبط، والأهم كمان شهادة الأم نفسها اللي ذكرها التقرير. هي اسمها نادية ميم عين، عمرها 36 سنة، والتقرير وضح إن حالتها في الأول كانت مش مستقرة خالص. كان عندها جرح نافذ في الصدر وجروح تانية في البطن والفخذ كمان. يا لطيف. طيب هي قالت إيه للشرطة؟ ده المهم. هي دي النقطة المحورية. يمكن الأم قالت إن ابنها ده كان أصلاً سايب البيت بقاله كام شهر. سايب البيت؟ هي حالة غير طبيعية، دي كلمة تفتح باب لكلام كتير قوي. تماماً. هي وضحت كمان إنها حاولت تتكلم معاه كتير، عشان يرجع تاني لحياته العادية ويبدأ يذاكر بقى وكده، خصوصاً إنه طالب ولسه صغير. مفهوم طبعا، أي أم هتعمل كده. بس الظاهر إن المحاولات دي أو ممكن الضغط ده أدى لرد الفعل العنيف ده، مأساوي وغير متوقع بالمرة. طيب خلينا نحلل ده شوية. التقرير بيحط قدامنا سببين محتملين، أو على الأقل سبب وظروف. السبب المباشر المعلن هو المذاكرة، ودي مشكلة بنشوفها كتير بين الأهل والولاد في السن ده. صحيح. لكن في نفس الوقت الأم بتقول إنه رجع متغير، في حالة غير طبيعية بعد ما كان غايب شهور. إزاي ممكن نربط بين دول؟ التقرير بيربط بينهم إزاي؟ هو التقرير بصراحة مش بيقدم تحليل نفسي أو سبب قاطع، هو بيعرض الروايتين جنب بعض. بيطرح السؤال: هل العنف ده كان كله بسبب المذاكرة، رد فعل لحظي مبالغ فيه جدا، ولا الحالة غير الطبيعية دي اللي ممكن تكون ليها علاقة بفترة غيابه هي اللي ورا الموضوع كله؟ يمكن طلب المذاكرة ده كان بس زي ما بنقول النقطة اللي فجرت الموضوع. ممكن نقول إن التقرير بيلمح لوجود طبقات للمشكلة. الطبقة اللي على السطح هي الخلاف العادي بتاع المذاكرة، بس تحتها في حاجة أعمق ليها علاقة بحالة الولد النفسية أو السلوكية بعد غيابه ده. بالظبط كده، دي النقطة الجوهرية في القصة زي ما المصدر بيحكيها. مش مجرد خناقة عادية كبرت، لأ، في إشارة واضحة لحاجة مش طبيعية لاحظتها الأم قبل الحادثة مباشرة. ده بيخلي السبب الظاهري بتاع المذاكرة يبان كأنه الشرارة الأخيرة لحاجة أكبر كانت بتغلي جوه. طيب وبالنسبة للإجراءات الرسمية، التقرير قال حاجة عنها؟ ذكر إنه طبعاً الأم اتنقلت بسرعة للمستشفى الجامعي في طنطا، والشرطة قبضت على الابن وهو حالياً في القسم، والتحقيقات شغالة. تمام. يبقى لو هنلخص اللي فهمناه من التقرير لحد دلوقتي، عندنا حادثة عنف بشعة، شاب متهم بمهاجمة أمه ب16 طعنة بالليل. السبب الظاهر اللي اتقال هو إنها طلبت منه يذاكر. صحيح. لكن، وفي لكن كبيرة هنا، شهادة الأم بتقول إنه رجع البيت قريب بحالة وصفتها بإنها غير طبيعية بعد ما كان غايب شهور. ودي النقطة اللي بتخلينا نسأل السؤال الأهم بقى: إيه اللي ممكن يكون ورا الحالة دي؟ فترة غيابه دي عملت فيه إيه؟ هل العنف ده كان نتيجة تراكمات نفسية تانية خالص ملهاش علاقة مباشرة بضغط المذاكرة؟ التقرير بيسيب الأسئلة دي مفتوحة أكتر ما بيجاوب عليها. وده بيخلي الواحد يفكر في نقطة أبعد كمان. إزاي ممكن الضغوط الدراسية اللي هي ضغوط حقيقية وموجودة على شباب كتير تتفاعل مع تحديات تانية، تحديات شخصية نفسية ممكن تكون خفية ومحدش واخد باله منها. والحادثة دي زي ما التقرير بيعرضها تعتبر مثال مؤلم ومفجع لنتيجة ممكن تكون كارثية وغير متوقعة تماما. فعلا نقطة تستدعي وقفة وتفكير عميق مننا كلنا.